يعني ايه بقى يا ست الكل التخطيط للحمل؟ احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنبدأ من الاول خالص. يلا من التخطيط للحمل، يعني مش التخطيط لحاجة تانية. هتقولوا لي يعني ايه تخطيط؟ هو احنا مش بنتجوز ونخلف وخلاص؟ حتى دي كمان هتصعبوها علينا؟ خلاص انت اتجوزتي وبقيتي عروسة ما شاء الله زي القمر، ربنا يبارك. الناس بقى كلها مستنية، قاعدين عاملين لك كده. ها يا ست الكل مش هتفرحينا بقى؟ يعني ايه بقى يا ست الكل التخطيط للحمل؟ يعني الطبيعي والمنطقي بعد ما انا بتجوز باخد فترة عشان اخد على شريك حياتي. بعد طبعا نسب الطلاق المنتشرة بشكل مبالغ فيه اليومين دول، خلينا نتعرف احسن تاني وتالت. ايه المشكلة؟ احنا ورانا ايه؟ خلاص اتعرفنا على بعض وحسينا ان احنا جاهزين ان احنا نجيب بيبي، وحسينا كمان ان احنا بقينا قد مسؤولية بيبي احنا الاتنين، مش ابنك على ما تربيه. نبدأ بقى نخطط اننا نجيب طفل بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى. هتاخدي الخطوات اللي هقولها لك بعد كده. أول حاجة، لو بتاخدي أي وسيلة منع حمل لازم طبعا هتوقفيها تماما. تاني حاجة، ببدأ أحسب أيام التبويض بعد ما